يسمى الشيلات. هذه الشيلات الآن توحد، يعني قبل الفترة الأناشيد الإسلامية، الحين الشيلات. هذه كلها أصلها يا إخوان من النصارى. النصارى يتعبدون الله عز وجل بالترانيم، فانتقلت إلى التصوف، أخذوا يلحنون الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام والتسبيح والتهليل ونحو ذلك، فانتشر في العصر الحديث هذا بأنغام ومعازف، وسووا له يعني نظام، سووا مسابقات وجوائز وتحدي وفضائيات ومواقع وحاجات عجيبة. بعد ذلك الآن انتشر في السنوات الأخيرة هذه ما يسمى بالشيلات. يأتيك واحد بقصيدة فيها ذكر لله، فيها لجوء إلى الله، فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها ملحنة، حتى أنها تطرب الإنسان، ربما يتمايل معها. أذكار هذا لجوء إلى الله، دعاء. يعني لو أن إنسانا ما سأل إنسانا أو شخصا بهذه الطريقة ما قبلها، تأتي تلحن حق واحد وأنت تطلب منه حاجة، لا، المفروض تدعو الله عز وجل تضرعا وخفيا. لجوء الخاشع الفقير المنكسر بين يدي الله، كلما ازداد انكساره وفقره إلى الله كلما كان أدعى للقبول والاستجابة. ينادي الإنسان وهو ينادي ويناجي وهو خاشع وخاضع، ربما يبكي، وأنه يلحن ويغني، ما أنزل الله سبحانه. انتشرت بطريقة عجيبة. ثم تجد أبيات جميلة فيها لجوء الله وفيها توحيد وفيها لا إله إلا الله، فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المصيبة ملحنة. ما هكذا يدعى الله، ما هكذا يسأل الله، ما هكذا يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا الأمر، نبهوا الناس. بعض الأخوة، بعض الناس المستقيمين تولعوا في هذا الشيء، وقد تكون أبيات فيها لجوء إلى الله، فيها صدق، فيها أذكار، فيها صلوات، لكن كلها منظمة. هذا ليس من دين الله في شيء أبدا. حتى أن ربما الإنسان يطرب على الصوت ونغمته وكيف أكثر من إيش؟ من التفكر في المعاني اللي احتوتها القصيدة. أليس كذلك؟ بل أليس كذلك؟ إن شئتم الإثبات فقولوا بل. أليس كذلك؟ بل. والله هذه الأمور يعني للأسف الشديد. أول كنا نقول الصوفية، نشوف الآن الناس أهل الفطرة وأهل التوحيد أيضا وقعوا بها. وأصل هذا من النصارى في كنائسهم عندهم ترانيم وألحان وكذا، ثم انتقلت المسلمين، ثم انتقلت الصوفية، ثم الآن الناس أهل التوحيد أهل العقيدة أيضا، لكن الاسم تغير واللحن تغير. ذاك ترانيم اسمه، هذه بعدين أناشيد، والحان شيلات. شنو الشيلات؟ يعني لو أن إنسان يطلب بشيلات على القيل والقال، على الحب والغزل، هذا أهو من تحول على أذكار تسبيح وتهليل وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ملحنة. هذا جمعت بين ماذا وماذا؟ بين البدعة، يعني بين الغناء والبدعة. تعبد الله بما لم يشرع الله عز وجل، هذا خطير جدا. فشوف تفهم الكلام هذا ايش يقول مجراها على قسمه. فالحسن من ذلك قصائد حسن ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعمة الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. وتركه والاستغناء بذكر الله والقرآن والعلم أولى. شوف كم وكم قلنا الأخوة في مشروع جميل ونافع، حفظ آية باليوم. من يا أخوان من الشباب المستمعين يحفظ آية باليوم؟ يعني بالشهر 30 آية. من؟ كم شهر مضى عليك ما حفظ لك سورة 30 آية؟ لكن انظر كيف يستمعون الناس. ففعلا انشغلوا بغير القرآن عن القرآن. يقول جائز، ومع ذلك الأولى ذكر الله القرآن. طيب يقول وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر. واستماع الغناء والرباعيات هذه كما يقول في الحاشية منظومة شعرية تألف من وحدات، كل وحدة منها 4 أشطر تستقل بقافيتها، وتسمى في الشعر الفارسي بالوبيت. طيب المهم هذا نوع من الشعر والتقسيمة يسمى الرباعيات. أيضا هم إيش؟
يرقصون على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا موجود في مصر، في الشام، في السودان، بل وجدت لعل بعضكم وقف على ذلك في عرفة. بعض الحجاج الأفارقة في عرب بإحراماتهم، خيام عرب، أتوا بالطيران والدفوف ويعزفون ويرقصون في عرفة. شوف يعني هذا الوقت العظيم اللي يوم في العام اللي الله عز وجل فيه الحجاج ملائكته، تجدهم يرقصون يظنون قرب إلى الله عز وجل. المشركون كانوا يفعلون كذلك، يطوفون بالبيت تصفير وتصفير، مكاء وتصدية، مكاء تصفير، تصدية تصفير، هذه عبادتهم. وهذه بدت تأخذ من المسلمين جزء كبير حتى أصبح المتدين في بلاد الشام، المتدين اللي عنده مناسبة يجيب الفرقة هذه المولد. الفساق أو الناس يعني عندهم تاركين صلاة ونحو يجيب فرق موسيقية وأغاني ونحو ذلك. لكن المتدين لا، عنده مناسبة ولا ولد ولا ولادة ولد ولا يجيب فرقة صوفية يرقصون وطيرانهم، عندهم هذا ذكر لله عز وجل.